في النهايه عايز اسالك توقعاتك الاداره دي قاعده قد ايه؟ والله يا عمرو بالشكل اللي احنا شايفينه اكيد الناس كتير بتسالك السؤال ده. الناس كتير بتقول السؤال ده، وناس كتير بتقول لا مش هيقعدوا. انما اذا احسنوا واعادوا النظر في طريقه ادارتهم هيقعدوا ال4 سنين. انت عايزهم يقعدوا؟ انا طالما انتخبوا ويحكموا حكم يديروا مصر اداره جيده لمصلحه كل المصريين مش هنعترض عليهم. اما اذا كانت الاداره سيئه ولمصلحه فصيل وتغيير طبيعه الحكومه ومفيش تقدم وهكذا، هتجد الناس كلها مش تقول لك لا. وبعدين كل سنه كل يوم بيفوت بخساره على البلد. انما ده لا يزال الحقيقه احنا زي المبادرات دي والافكار دي اذا بداوا يدرسوها واخذوا الامور جديه، احنا برضو مواطنين لنا اراء اخذونا بجديه، فده هيطول من عمرهم. برادعي رايه ايه؟ رايه هيقعدوا قد ايه؟ هو زي انا بقول كده بالظبط. يعني هو شايف انه ومجموعه مننا يعني شايف. وحمدين شايف ايه؟ لا حمدين شايف انه ضروري من الانتخابات الرئاسيه الان. انما ده مش موقفي ولا موقف برادعي. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا على الوقت الممتد، ودايما بتبقى سعاده ان حضرتك تبقى موجود معانا نسمع كلام كتير في السياسه. شكرا جزيلا. شكرا. بشكركم شكرا جزيلا. ودي كانت المبادره الاقتصاديه اللي متقدم بيها عمرو موسى علشان البلد تتحرك وتتحسن. غدا حلقه جديده من القاهره اليوم، ارجوكم ابقوا معنا. القاهرة اليوم برعاية